السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين وفي احسن حال. في مفهوم او مفهومين كده عند الاباء والامهات. ان كل ما كانت علاقتنا قدام الاولاد مليانة حب وغرام واستلطاف وقبلات واحضان، ده هيكون في سبيل ان احنا بنرفع روحهم المعنوية، بنحببهم في علاقتنا ببعض، بنديهم طاقة ايجابية، او ان احنا عايزين نوصل لهم ان احنا حياتنا سوية كاباء وامهات. الحقيقة ان الكلام ده مش صح، او مش صح عند فئة معينة او بنسبة معينة. لان كل ما زادت مشاعر الحب والاستلطاف والمبالغ فيها قدام الأولاد، ده بيصيب البعض منهم بنوع من الغيرة، خاصة لو كانت في حد من الأولاد بيميل للأم أكتر فهيغير على الأم من الأب، ولو حد بيغير على الأب أكتر أو بيحب الأب أكتر هيغير على الأب من الأم. كمان في حاجة، لو كان الآباء والأمهات بيحصل ما بينهم تاتشات عادية، مشاكل عادية، خلافات عادية أسرية بتحصل من وقت للتاني، فالموضوع ده بيكون غير متصدق عند الأولاد. بيبدأوا يشوفوه بنوع من أنا عارف إن أنت بتمثل عليا، فأنا أصلا ما بقتش أحط في دماغي ومش مقتنع باللي أنتوا بتعملوه ده خالص. لازم المشاعر اللي احنا بنعملها أو بتطلع مننا قدام الأولاد تكون منضبطة، في الوسط، في المعقول. مش علشان اوصل له صوره معينه فممكن اخليه تتشال من دماغه الصوره حتى الطبيعيه العاديه الكويسه الايجابيه اللي بتحصل ما بيني وما بين باباه، او ما بين الاب وما بين الام، عادي جدا. فاحنا لازم نبص على الاطار، الحياه العامه اللي ما بيننا بتكون عامله ازاي. هل احنا ردود افعالنا طبيعيه وحياتنا طبيعيه، ولا مليانه مشاحنات ومليانه مشاكل، وفي وقت كده نكون متفقين ان احنا نطلع الصوره دي للاولاد فكده هيصدقوها؟ للاسف هم مش بيصدقوها، ونسبه كبيره منهم مش بتصدقها، بل بالعكس بيرفضوا الطبيعي السائد الايجابي اللي احنا بنكون بالفعل عايشينه او حاسين بيه. تاني نقطة الأمهات والآباء بيغفلوا عنها، فكرة إن أنا أعيش دور الضحية قدام الأولاد علشان أبين لهم قد إيه أنا ضحيت علشانهم وقد إيه أنا حياتي دي كلها ليهم. دي غلط جدا، مش صح بتاتا. أنا ليه أعيش الولاد تحت ضغط إن أنا مضغوط وأنا بعمل حاجة غصب عني، وأنا بعيش حياة غصب عني، وأنا محطوط عليا إن صح التعبير علشانكم؟ هما كده يكرهوا الحياه والبيت ويكرهوا الطرف التاني. ما انت عايزه تبين لهم ان انت ضحيتي علشانهم كأم، وان انت استحملتي حاجات كتير من الاب علشانهم. طب ما هم شايفين الاب ده شخص شرس مفترس وحش، ليه ما توصلهمش لكده؟ والله انا استحملت حاجه سيئه في الاب علشان الاولاد، اكمل جميلي وافضل على طول الخط بالصوره اللي المفروض تكون عليها، وهي ايه؟ ان انا والاب منسجمين. انا والاب منسجمين، ان ما دام ما فيش مشاكل بتحصل طاغيه وواضحه للجميع وان هم كلهم حاسينها، ادام قدرت اسيطر على الحته دي ما اجيش من ناحيه تانية الف من ورا الجو او الاطار اللي احنا عاملينه واروح مبينه لهم ده انا استحملت خيانه، استحملت ضرب، استحملت شتيمه، استحملت اهانه علشانكم. طب ما هم كده هيكرهوا الحياه كلها، مش صح. خلافات الاب والام واللي مفيش بيت بيخلى منها لازم تكون على جنب، حتى وان على الصوت غصب عنهم. لو سمحت ما تتدخلش، نقول كده للابن او للبنت، ما تتدخلش، ده خلاف بيني وبين بابا ومحدش يتكلم، محدش يتدخل، ما تكونش دعوه. ما اروحش بقى اقعد اشتكي للولاد، ده باباكوا سوى، باباكوا عمل، باباكوا ضرب، باباكوا معرفش عمل ايه. ليه يا جماعه؟ ليه انتوا كده فاكرين ان هما كده انتوا بتصعبوا عليهم؟ والله العظيم انا اعرف ابناء شخصيا كرهوا الام، ضعف الام كرهوه، وكرهوا طغيان الاب، فبقوا لا طايقين الام ومش عايزين يقتدوا بيها، ولا طايقين الاب، وبقت الحياه كلها مشاحنات ونغصات وحاجه ما يعلم بها الا ربنا. فاستقيموا يرحمكم الله، وحاولوا تربوا تربيه ايجابيه يرضاها الله سبحانه وتعالى، ونفوسكم ترضاها، واولادكم يكونوا راضيين عن البيت اللي هم عايشين فيه. مش معنى ان احنا بناكل ونشرب ونلبس ان احنا كده تمام، لا يا جماعه، والله في حاجات اهم 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 من الاكل والشرب. ان انا احتوي واربي وما حسسش الطفل ان هو اقل من اي حد، حاسس بالامان او منعم بالامن والاستقرار النفسي، ده مهم جدا، لازم احنا ناخد بالنا منه. وقبل ما تربوا بالفلوس ربوا بالقلوب، قبل ما تصرفوا ابذلوا مجهود شويه في التربيه عشان
تعبكم ما يروحش هدر، وسنين عمركم كلها ما تروحش هدر. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لسه مستمره معاكم برضو في المهارات اللي الطفل المفروض يتعلمها في اول سنه، بس قلت ارفه كده عنكم في فيديو، وان شاء الله ارجع تاني اكمل معاكم السلسله. سلام عليكم.